تسعى المملكة المغربية إلى استرجاع كامل حدودها مع مالي ببناء قواعد عسكرية جد متقدمة في الأراضي الموريتانية لخنق الجزائر من جهة ومنع تسلل عناصر البوليساريو عبر الأراضي الموريتانية. حدود موريتانيا ودولة مالي تعرف بالخاصرة الرخوة وتنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة وتعرف حوادث الاختطاف والتهريب وحتى القتل، مما سبب في شحن الأجواء بمزيد من الغليان الأمني والعسكري بين مالي وموريتانيا. ويبلغ إجمالي طول الحدود البرية 5074 كيلو مترا، منها 463 مع الجزائر و2237 كيلو مع مالي و813 كيلو مع السنغال و1561 كيلو مع الصحراء المغربية. فعدد جنود موريتانيا في الخدمة 25,000 فردا ولاحتياط 66,000 بأجور هزيلة لا يمكنها تأمين كل هذه الحدود.